شكرا يا نورة يا أختي يا حبيبتي، ربنا ما يوقعك في دقيقة. انت ليه ما قلتليش ان يارا شافتك؟ شافتني أنا؟ شافتني فين؟ نور، انا عرفت كل حاجة من جنى. أنا بص ايه؟ بصراحة بقى أنا مرضتش أقولك إنها شافتني عشان ما تفتكريش إن أنا فشلت في المهمة. وبعدين هي يعني ما كدبتش عليا، قالت لي إنها من المدرسة للبيت للنادي. اهي يارا بقى اللي مش بتكدب دي طلعت هي اللي مخلية ليلى تأذي ريم. أهو يارا ما قالتليش كده. ما هي أكيد مش هتقولك كده يا حبيبي. يا نورة خلاص بقى، اللي حصل حصل. أنا بقى دلوقتي عايزة أشكرك بجد على اللي أنت عملتيه النهاردة. يا نورة، انت أخويا وكان لازم أعمل كده، وصدقني أنا هفضل جنبك طول العمر. تعرفي إن من ساعة ما تيتا خرجت من المستشفى وأنا بقيت نور جديد مع كل اللي في البيت إلا أنت، مع إنك دايما واقفة جنبي وعمرك ما سبتيني. أنت اللي خليتيني أصور الأوبن داي، وبسببك أخدت أول فلوس في حياتي من شغلي، وأنت اللي جريتي وجبتي ليلى عشان تقولي الحقيقة، وحاجات كتير حلوة قوي دايما بتعمليها لي، مع إني دايما بعمل حاجات بتزعلك. أنا آسف يا نورة، آسف على كل حاجة غلط عملتها، وأوعدك إن من اللحظة دي هتشوفي نور تاني خالص. يعني مش هترخم عليا تاني؟ للأسف خلاص مش هيحصل تاني. لازم تعرف يا نور إني ماليش غيرك، ونفسي أشوفك أنجح وأشطر حد في الدنيا كلها، وعايزاك تتغير بجد يا نور، مش كلمة وخلاص، وتفكر في مستقبلك صح. اوعي تقلقي، نور هيرجع تاني للفيديوهات وهيكسر الدنيا، أو هيكسر النيش بتاع بيتنا، مش متأكد. تاني؟ طب بص، أنا مستعدة أساعدك بس بشرط. إيه هو ها؟ تعمل فيديوهات مفيدة بجد، مش اللايفات اللي كلها تحديات وحيتان وأسود. انت عارفة الأسد ده عامل كام؟ احنا قلنا ايه بقى؟ خلاص. طب ولا حوت صغير كده؟ نور، هتغير، واللي أنا هتعلمه هبدأ أعلمه للناس في الفيديوهات. أيوة كده، برافو عليك، ده بقى فعلا نور الجديد، وأنا معاك مش هسيبك. ويلا بقى عشان نروح البيت، عايزين نشوف تيتا عملت ايه في مناقشة الماجستير.